بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا كامل مرتاحين يا ربي بصحة بعافية. اليوم عندنا وصفة سهلة، مملحات بدون مول، مملحات الإسكيمو حتى كوريات، المهم إنهم الشكل اللي تحبوه، المهم حتى بالمول بلا مول نخدموهم. والأروع من هكا إنه تقدروا تخدموهم بالدجاج سواء طايب أو مش طايب، يعني إذا كان عندكم دجاج مش طايب نطيبوه في مرق ومن بعد نفتوه. أنا هنا عندي كان طايب، ما يهمش واش كيفاه كان طايب يعني الذوق تاعو، معليش. صدر دجاج نفتتو هكا يعني رقيق شوية، وهنا غليت معاه 2 كعبات بطاطا، وقصيتهم، وحطيت معاهم 2 قطع جبن مثلث باش نعطي ذوق مليح برك للبطاطا. آآ يعني تجي أبَن شوية بالجبن أكيد، أي نوع أنتم تحبوه طبعًا. هنا حطيت البطاطا، كنت رحيتها مليح، وحطيت الدجاج اللي كنت فتّته، وحطيت يعني كُمشة ملاحة تاع المعدنوس، وهنا حطيت البصل. البصل تحبوا تحطوه طايب يعني نتبّلوه شوية في الزيت، والّا نحطوه أخضر. أنا استعملت الأخضر والبصل الأخضر اللي طويل يعني مش المدوّر. بالنسبة للبهارات هنا أبديعوا، يعني حطوا واش حبيتوا، بهرة الدجاج، راس الحانوت، الملح، الفلفل، حطوا واش حبيتوا، نعجنوهم مليح، وهنا نحطوا هذاك العود تاع تاع المملحات، نبسطوا هكا على ورقة باش تساعدنا في العمل. الفرماج حطوا اللي تحبوا، يعني النوع اللي تحبوه، نبسطوه بهذه الطريقة. أنا حطيت هنا شوية الجبن الساندويتش، وجبن شوية موتزاريلا، ونلف بهذه الطريقة، نقفل ونعاونوا بشوية يدنا بالماء باش يساعدنا. هنا أنا شكلت الشكل اللي أنا حبيته، تقدروا تخدموا به مباشرة ولا تحطوه في الثلاجة باش يعاونكم برك في الخدمة. أنا خدمت به صراحةً مباشرةً. يجمد شوية باه نقدروا نتحكموا فيه. ومن بعد نحطه في الفرينة، ضروري الخطوة تاع الفرينة، ومن بعد في البيض، ومن بعد في الخبز المرحي. والخبز المرحي هنا قد ما كان يعني ناعم جدًا، يعني تصيّروه ترحيوه قد ما قدرتوا يعطينا نتيجة ملاحة. نديروا الكمية كاملة اللي عندنا، ونحطوه نقليوه على نار هادية شوية، يعني باه ما يتحمرش ليه، و ويتلفح يعني، وهو يعني من الداخل هو طايب، باش برك يعطينا وجه مليح. والباقي اللي قعدت كمّلته كُريّات. طريقة التقديم هنا حطيته في هادو الكؤوب. أنتم أحرار كيفاه ديروه. إن شاء الله عجبتكم الوصفة.